كده سيراميكا وزد، واللي يقدر يكمل مع الاهلي يعد. بالفعل نهاية مباراة الأهلي وزد بهدف سجله طاهر محمد طاهر المتألق في الآونة الأخيرة. مباراة يعني الأسوأ ما فيها هو الشوط الثاني للنادي الأهلي، استحواذ بلا فائدة عشان نكون واقعيين. ولكن الأغرب ما فيها إنه جمهور السوشيال ميديا، وأقصد جمهور المنافس، طالع يقول لك إنه زد له ركلة جزاء. يا أخي والله العظيم اللي اختشوا ماتوا، اللي اختشوا ماتوا. يعني أنت عايز تعرف هي ركله جزاء ولا لا؟ هقول لك انا. نخلص فضيحه الاحتواء بتاعه الزمالك والبنك الاهلي وفضيحه التسريبات والكلام ده، وبعد كده باجي نشوف دي ركله جزاء ولا لا. يا راجل ده كوكا حاطط رجله على الكوره، راجل يعني ما هوش خبطه في السمانه، ما هوش شايط الانكل بتاعه، ما هوش ضربه في قفاه في ظهره قلبه على وشه. يعني ما اعرفش هي الناس زعلانه ليه ان الاهلي مسلسل الانتصارات يعني اللهم زد وبارك يا رب العالمين يفضل مستمر. هل فوز الاهلي بيزعلكم يعني؟ هل فضيحه احتواء الزمالك يعني عايزين تاثير هذه الازمه يعني ينعكس على النادي الاهلي، ومن خلال اي مباراه الاهلي بيلعبها يتم بقى اصدار ازمه جديده تنسينا الازمه القديمه؟ يعني ما ينفعش والله. خلينا واقعيين، الاهلي بيفوز بعرق لاعبيه، الاهلي بيفوز بمجهوده. النقطة السادسة على التوالي للنادي الأهلي، وبإذن الله الواحد الأحد ماشيين بعنوان اللي هلمحه همرجحه. يعني ليه بقى؟ لأننا بفضل الله عز وجل اكتسبنا في الماتشات الأخيرة لعيبة بسم الله الله أكبر. طاهر محمد طاهر ما زال متألق وبيسجل. عمر كمال عبد الواحد بسم الله ما شاء الله على الأساسات بتاعته. برضو بتتكلم في يعني أنا ما أعرفش صديق العارضة يحيى عطية الله اللي ما زالت العارضة بتحرمه من تسجيل أجمل وأروع الأهداف. اللي منذ غياب علي معلول وتألق علي معلول ما شفناش حد بيبعت كور زي دي من كرات ثابتة. فأنا بقول يعني ربما في علامات استفهام على مثل الكرة. في يعني لماذا الإصرار على هؤلاء اللاعبين لحين يعني إننا شاهدنا مشهد يقلق. يعني أنت مصر على عدد من اللاعبين الأساسيين في ماتشات محلية أفريقية منتخبات بتلاقيهم مش متأخرين. يعني النهاردة إصابة إمام عاشور، ربنا يستر مش عارفين ظروفها إيه. إصابة أيضا أسامة أبو علي، الراجل طالع بيدوس على رجله مش قادر. إصابة مين تاني؟ ده بيتهيألي كان فاضل كولر والله العظيم اللي يتصاب ويلعب بعم حارس بقى أو يوقفه مكانه. يعني حتى لا تخن الذاكرة، الأهلي اتصاب فيه رامي ربيعة. يعني رامي ربيعة. فلماذا لم تتم عملية التدوير بين اللاعبين مع مستر كولر في الدوري؟ مشوار طويل والله العظيم. انا كنت قاعد انا وعمر ابني بنسمع الماتش بامانه الله. شوط تاني مش اللي هو الجمهور يعني مش راضي عنه، انا كنت قاعد قلقان قسما بالله. واستحواذ وبعض الكرات اللي بتتقطع بشكل عشوائي، ما هوش ده لعيب النادي الاهلي اللي بسهوله بيفتقد الكوره. في ضغط مباريات، في اجهاد، مفيش راحه مفيش وقت معاك. بس عندنا بدل اللاعب اتنين وتلاته. يعني النهارده الشناوي لم يختبر على الاطلاق، كان يقف شوبير. عندك برضو عدد من اللاعبين كنت تقدر تشركهم. طب ليه وسام علي النهارده اصلا؟ وسام علي لم يختبر ولم يظهر على الساحه. كنت تقدر برضو تدي الدفعه لكهربا من بدايه الماتش عشان يعني حسيت مباريات والانسجام وفك النحس، لانه اللاعب بينزل ووشه بالكاميرا معروف قدام الجمهور. فده كلام الجماهير والله، ما كلام انا فقط لا غير يعني. فنتمنى ان شاء الله يعني الحمد لله انه في فتره توقف، وباذن الله لعبتنا يعني ما تتاخرش على المنتخب كما يدعي جمهور المنافس اللي بيقول لك امام عاشور بيهرب من المنتخب وما شابه ذلك من الكلام ده. مش لعيبه الاهلي
ده المنتخب من غير النادي الاهلي اعتقد ما يبقاش في منتخب. دي نهايه الكلام يعني. فان شاء الله القادم يكون افضل وتتعدل الامور بعد العوده باذن الله تعالى. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لزد، وان شاء الله هارد لك لما هو بعد زد في الدوري القادم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.